الموضوع في طب تفتكروا ان فعلا احمد شاور عرف ساعتها بس الفيديوهات ما كملتش فهو اللي بيعمل مقلب في عمر شاور؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. عاملين ايه احلى شبيحه في الدنيا؟ عارف ان انا متاخر عليكم اوقع عليا جدا، بقالي يعني كام شهر كده غايب عليكم. عامه انتوا كنتوا عارفين ان انا عندي كوبي رايت وكان غصب عني مش عارف اصور، فالحمد لله الكوبي سترايك، يا رب الكوبي السترايك اتشال والقناه رجعت تاني، والحمد لله شغلنا رجع تاني وطورنا من نفسينا وجبنا معدات احسن بكتير يعني من الاول. واكيد حضراتكم شايفين الكواليتي، يعني انا عمال اصرف فقدروا ده ان احنا بنصرف من جبنه ما بناخدش حاجه من اليوتيوب، فاحنا ايه قدروا ده قبل ما نبدا الفيديو كده. تنزل بالظبط كده زي الشاطر، اعمل سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو ده، ويا عم ما تعملش لايك دلوقتي، اتفرج على الفيديو للاخر، ولو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك. عداني العيب صح ولا غلط؟ يلا بينا عشان ما اطولش عليكم ونخش نشوف الفيديو مع بعضينا، يلا بينا. فانت تعيط وتقول بغز الشر ده بغز حراق. طب فيديو النهارده فيديو عن عمر شاور. هنرجع تاني نعمل فيديوهات عن عمر شاور، عشان عمر شاور الفتره الاخيره دي نزل فيديوهات كتيره قوي بيتكلم فيها كده عن حاجات غريبه، واحنا ما طلعناش اتكلمنا عن الموضوع ده. عمر شاور اخر فتره ليه في رمضان نزل حوالي 3 فيديوهات او 4 فيديوهات بيتكلموا عن حاجه اسمها النداهه ومش عارف ايه، والنداهه خطفت الفريق وحاجات كده كتير قوي. تعالوا كده بسرعه نشوف ملخص الموضوع كان ايه. السلام عليكم وجاي فيديو جديد ضرب نار نص الليل. طبعا زي ما انتوا شفتوا ملخص الموضوع ان هم كانوا رايحين يعملوا مسابقه في بحر ولا مش عارف ترعه ولا الله اعلم كانت ايه، ويعني واحد منهم اتخطف ومش عارف ايه، والجو الايه اللي احنا عارفينه. العمر شاور بيطلع كل فتره يغيب فتره ويرجع تاني يعمل. طيب واحد منهم اتخطف، ايه اللي حصل؟ احنا هنعدي حلقتين ونروح للحلقه الاخيره ونعرف كان ايه اللي حصل. يلا بينا. يا ابو حميد معسل ليه كده يا عم؟ بالراحه علينا يا عم احمد. مش اشوي اللي كده اشوي. انا ما كنتش اعرف احمد ان انت اللي بالغباء ده، انت اللي جابك هنا غباء وخليتك تيجي لحد عندي برجليك. الصراحه كنت توف قوي يا احمد شاور. قوم بقى اعمل الواد فيها تبشير، قوم بقى نفسك بقى. زي ما انت شفت كده يا جدعان، المفروض ان احنا كنا بنعمل مقلب او انتقام بس بشكل مختلف وجديد شويه. هما دلوقتي المفروض ان طاز واحمد شاور مستنيين الاوامر، وبعدين بقى شاور هتفكني انت يا عم زيت لحد ما تجينا الاوامر الكبير، وما تصدعنيش بقى. عامر مين يا ابني؟ طب كده عرفنا ايه اللي حصل في اخر حلقه نزلها عمر شاور، وانا بحاول الخص لكم الموضوع عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تمام، عرفنا ان عمر شاور كان هو اللي ورا الموضوع دوت، وكان عامل نداهه، وكان طبعا مطلع بقى عسكر ومش عارف مين ومين يلبسوا اسود، وكانوا عاملين موضوع النداهه ولابسين وشوش بقرنين ومش عارف ايه وشعر كتير والجو ده. افتكروا المنظر ده كويس عشان احنا محتاجينه في الفيديوهات اللي جايه، او في اللي احنا هنشوفه لسه اللي جاي. تمام، افتكروه كويس اول المنظر ده اللي العسكر لابسه عشان هنشوفه في الفيديوهات اللي جايه. طيب بعد كده حصل ايه هنعرف. المهم ان في اخر الفيديو ده، خليكم ملاحظين كويس جدا ان في اخر الفيديو ده عمر شاور كان عامل مقلب يعتبر في احمد شاور اللي هو اخوه، كان عامل فيه مقلب. وجينا في اخر الفيديو ده لقينا ان ان عمر شاور لم الفريق وقال للجمهور ان هو اللي كان بيعمل المقلب من الاول خالص، وبعد كده راح يقول لاحمد شاور
وقفل الفيديو على كده. يعني ما راحش قال لاحمد شاور اصلا، واحمد شاور ما يعرفش مين النداهه لحد ما الفيديو اتقفل. خليكم فاكرين الكلام ده كويس عشان برضه هنحتاجه في تفاصيل في الفيديوهات اللي جايه. بعد كده حصل ايه بقى؟ عمر شاور طبعا نزل فيديوهات تانية كتيره بعيد عن الموضوع ونسي الموضوع خالص، وجه بعد العيد بدأ يرجع لموضوع النداهة تاني. وبعد كده الفيديوهات اللي نزلها عمر شاور، كان اول فيديو طبعا لما كان رايح يأجر الفيلا وهو وصاحبه طازة، وطبعا صاحبه القصير ده كانوا رايحين يأجروا فيلا وكانوا رايحين يكتشفوها زي ما احنا هنشوف في اللي جاي دلوقتي. جبنا عند الباب ده، المفروض ان هي دي على ما اعتقد الفيلا، بس احنا اصلا ممكن نخش فيلا نلاقي فيها ناس جوه ساكنه، لان الراجل قال لك روحوا انتوا اكتشفوا. ساعات فعلا ساعات مش، ساعات مش. طبعا شفناه لما راح الفيلا وفتحها واكتشفها وبدأ يخش جواها، زي ما احنا شفنا لما قعدوا يلعبوا في الفيلا ويلعبوا في حمام السباحه. جه بقى في اخر الفيديو حصل معاهم موضوع غريب قوي او مش لطيف. ايه هو؟ ان هو ظهر لهم حاجات في الفيلا. لحد الحلقه دي احنا ما كناش نعرف ايه هي اللي ظهرت لهم. المهم ان ظهر حاجه في الفيلا، وزي ما نشوف دلوقتي عشان ما احرقش عليكم تعالوا نشوف بالظبط ايه اللي حصل. بس انا هجيب لكم اخر لقطات كده من الفيديو وبعد كده ارجع اقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. زي ما انتوا شفتوا كده اخر لقطات من الفيديو، ان هو حصل لهم حاجه وكانوا بيحاولوا يهربوا من الفيلا والابواب عماله تتقفل عليهم، في حاجه عماله تطاردهم وبتجري وراهم وهوب طازه. وطبعا اللي بيصور مش عارف مين اللي بيصور. المهم ان كلهم خرجوا بره والباب اتقفل وعمر شاور فضل جوه. خلينا مدققين في اللحظه دي بالذات وتعالى نعيدها تاني. بعد ما شفنا اللحظه دي طبعا مركزين ان عمر شاور بقى لوحده جوه. تعالى بقى نشوف الفيديو اللي نزل بعد كده. الفيديو اللي نزل بعديه بالظبط في بدايته كده، تعالى نبص بصه كده غريبه يعني او بصه عجيبه كده عشان انا مش حاسس الموضوع دوت بصراحه. تعالى نبص كده ايه اللي حصل. زي ما شفنا كده انا بحاول الخص لكم الموضوع وبقطع لكم المشاهد، بس انا دلوقتي عايز اعرف مين اللي مع عمر شاور بيصور جوه. ما هو المصور خرج مع طازه والباب اتقفل عليه، مين اللي بيصور مع عمر شاور جوه دلوقتي؟ المهم في بدايه الموضوع كله اصلا او في نص الكلام انا حابب بجد يعني اقول كفو للي بيعمل المونتاج واللي بيعمل الفكرة دي بصراحة. يعني تصوير سينمائي احنا ممكن نعتبره فيلم قصير بيحكي عن قصة. بصراحة جميل جدا التصوير والفكرة والتنفيذ والخروج والدخول ونقلات الكادرات. بصراحة فكرة جميلة جدا وعجبتني جدا وبالذات كمان في الفيديو او في المشهد الاخير اللي هيجي حاجة جامدة قوي وهتعجبكم جدا وهنشوفها في الاخر. المهم خلينا نرجع لكلامنا تاني. مين اللي دخل يصور مع عمر شاور بعد ما المصوراتي خرج وطازة كمان خرج؟ طيب شفنا طبعا عمر شاور محبوس في الفيلا لوحده يعني زي ما كان مكتوب وكان ما بيقول. في اخر الفيديو بقى خلينا نرجع بقى للموضوع المهم والاهم. طبعا كلنا اتفرجنا على الفيديو ده، انا اكيد مش هقعد اعيده لكم لان انتوا كلكم اتفرجتوا عليه. زي ما دخلتوا الفيديو ده دلوقتي عشان تعرفوا مين هي النداهه اكيد كلكم اتفرجتوا عليه. في اخر الفيديو دوت لما عمر شاور ينط من البلكونه ويخرج هيلاحظ حاجه فوق السطح. ايه هي بقى؟ تعال نبص بصه كده. وقفوا وراه وقاعدين كان عنده سبيني جوه هناك، وقفوا تعالوا جوه يا عم رعب. شفنا مع بعض طبعا القرون اللي كانت طالعه من فوق البيت، وهي نفس النداهه اللي كان لابسها عسكر في الفيديوهات القديمه اللي كانت في رمضان. طبعا قلت لكم ركزوا كويس جدا على المشاهد ديت مع بعض عشان نعرف ان هو النداهه اللي واقفه فوق البيت ده هو نفس عسكر ونفس برضو احمد شوقي ونفس الناس اللي كانت لابسه نفس اللبس اللي كانوا بيطاردوا احمد شاور وكانوا بيعملوا فيه مقلب
من عمر شاور. طب ماشي، تعال نرجع كده، ممكن يكون احمد شاور هو اللي عرف الموضوع وبيعمل مقلب في عمر شاور، تفتكروا؟ بس احمد شاور ساعتها ما عرفش ان عمر اللي بيعمل المقلب، ما هو الفيديو اتقفل وما عرفناش اصلا، ولا احمد شاور عرف. طب اصلا الفيديو كمل على ايه؟ ما هو ما نزلوش التكمله. تعالوا في اخر بقى فيديو نزله عمر عن موضوع الخنزير اللي ظهر مكان النداهه. مش كان نداهه؟ ازاي نزل خنزير بقى في الموضوع؟ تعال نبص كده في الفيديو ده. دي كابتن حمام السباحه. زي ما انتوا شفتوا يا جدعان كده، اخر حاجه كانت حصلت ما بيني وما بين النداهه ان احنا كنا جايين حاولنا نستقر في فيلا، وبعدين فوجئنا ان النداهه جوه الفيلا دي وحاجات غريبه عماله تحصل جوه. طبعا شفنا دخلة الفيديو عمر شاور بيتشد في حمام السباحه ومش عارف ايه، وبعد كده بيتكلم بيقول ان هو راح الفيلا عشان يكتشف مين هي النداهه او مين هو مش عارف ايه. المهم خلونا ننقل لاخر الفيديو على طول. في اخر الفيديو على طول تعال نشوف هيقول ايه. نص ساعة طلوع النهار، استنى نص ساعة الدنيا تنور، في حد منهم هيصحى وهيبان، أول ما حد هيبان هنصوره نعرف ده مين. بس ما يكون شكله حاجة معمولة زي عمل، زي ما يكون حاجة ملفوفة جوه حاجة وحاطط طوب وعليها طوب تحت المية. الله زي ما شفنا بالظبط كده، عمر شاور لما راح الفيلا لوحده قعد يدور في الفيلا، وفي الاخر برضو لقى خنازير نايمه جوه ومش خنازير ومش عارف ايه، وقعد للصبح وبعد كده دخل طلع لحمام السباحه وهوب الخنزير شده في حمام. كلنا شفنا الفيديو. طب الموضوع اتقلب من نداهه لخنازير. طب هل عمر شك مثلا ان الجمهور بدأ يعني يعرف الفبركه او يعرف الموضوع، او اللي هو مثلا بدأ يكشف الموضوع فقلب الموضوع من نداهه لخنازير، ولا ايه النظام؟ مش فاهم. المهم ان عمر شاور نزل فيديو بعد ده برضو وقال لك فيه ان هو لقى رساله مش عارف مكتوب فيها ايه، وكلم احمد شاور، واحمد شاور جه قال له ايه، تعالى بص انا هجيب لكم الحته بتاعت احمد شاور دي بس كده، احاول اخدها لكم سكرين دلوقتي وانزلها لكم. بصوا احمد شاور هيقول له ايه. انا بشوف اللي كان مكتوب فيها دي، قال لي بص على احمد شاور اشوف هو فين، لان كده الشك لازم حد من الفريق يكون هو اللي مدبر الموضوع ده كله. انا شاكك ان هو احمد شاور، بس اشوف هو فين. انت فين يا ابني؟ محمد الشمال بس اللي هيجي بسرعه. احنا من بيتنا لهنا نقعد ساعتين، جيب بسرعه ما تكملش ساعه. ايه لقيت واحد عامل فيها عفريت، فانا فكرت ان ده حد وامشي تروح شاور نداها يا ابني. شاور ده مطلع شاور يا ابني، يعني هذا راجل عرفني ام الشوارع. افهم انت بتروح ورا نداها ليه؟ عملت عرفنا نتفسح، اسمع عرفنا بس عرفنا نتفسح شاور وفيديو عزم. طب نرجع بقى لموضوعنا هنا. ازاي احمد شاور عرف موضوع النداهه؟ مش هو قال له احنا بيقول له احنا عرفنا مين هي النداهه خلاص والموضوع خلص. طب هو عرف منين؟ ما هو في الفيديو اللي فات الموضوع اتقفل قبل ما احمد شاور يعرف مين هي النداهه. طب هو عرف منين؟ الموضوع في ان طب تفتكروا ان فعلا احمد شاور عرف ساعتها بس الفيديوهات ما كملتش، فهو اللي بيعمل مقلب في عمر شاور؟ حتى عمر شاور كان بيقول ان هو ازاي وصل بسرعه دي، فعمر شاور شاكك فيه اصلي. تفتكروا ان هو بيعمل مقلب في عمر شاور؟ علينا ويكون كده وصلنا لنهايه الفيديو. وطبعا انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات تحت، هل انتوا شاكين في مين؟ في احمد شاور فعلا، ولا ناصر، ولا عسكر، ولا احمد شوقي اللي بيعملوا مقلب في عمر شاور؟ ممكن مين يكون بيعمل مقلب في عمر شاور، بس انا شاكك 100% ان عسكر في الفرقه اللي فيها الناس اللي بتعمل خنازير وبتعمل ندهات ديت، لان عسكر جسمه كان موجود مع الناس اللي نايمه في السراير جوه، فهو عسكر نفس الجسم اللي كان نايم في السراير جوه، فممكن يكون عسكر واحمد شوقي واحمد شاور معاهم بيعملوا مقلب في عمر شاور. هنعرف الفيديوهات ديت في الفيديوهات الجايه. بس عمر طبعا نزل كام فيديو كده اللي فاتوا، طبعا فيديو عيد ميلاده مش عارف ايه برضو نسي الموضوع، الله اعلم هيكملوا ولا لا، واحنا بنقعد متشوقين ومستنيين. هنكمل معاكم اول لما ينزل الفيديوهات الجديده ونعرف مين هم اللي بيعملوا مقلب في عمر، ولا عمر اللي بيعمل مقلب فينا زي المره اللي فاتت. اشوفكم الفيديو الجاي. طبعا لو وصلت لنهايه الفيديو متنساش بقى تعمل لايك، سبسكرايب في القناه، كومنت برايك عشان اطلع معايا الفيديو الجاي. اشوفك على خير، سلام. برضو مش هتوقفوني، بسكونوا تسيبوني فين دماغكم شيلوني، اسأل صاحبك يسأله تيجي قدامي تفشلوا، حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني. ربك بيريد
حب الناس بيزيد شكلك ما جيتش